الطيران. وهنا بنكتشف إن أوشن سرق البيضة قبل ما توصل للمتحف، لأنه عرف إنها تتنقل عن طريق القطر، وساعتها هو ورجالته ركبوا نفس القطر وعملوا فوضى في المكان، وخدوا الشنطة اللي فيها البيضة وحطوا مكانها شنطة تانية. وبعدها روبن بيقابل تيري وبيسلمه شيك بالفلوس بتاعته، وبيأكد له إن أوشن مش هيسرقه مرة تانية. وبعد فترة روبن بيقرر إنه يشارك رجل أعمال اسمه ويليام في الفندق الجديد اللي بيعملوه، وبيتكلم أوشن معاه وبيحذره من ويليام وبيعرفه إنه خدع كل الناس اللي اشتغلوا معاه قبل كده. لكن روبن بيصمم على قراره وبيروح يقابل ويليام علشان يتابع معاه الشغل، وبيتكلم ويليام معاه وبيعرفه إن الاتفاق اللي بينهم هيتغير، وبيجبره إنه يتنازل عن نصيبه في الفندق. ولما روبن بيرفض بيهدده إنه هينهي حياته، فبيضطر روبن يمضي على الأوراق. وبسبب اللي حصل روبن بتجيله أزمة قلبية وبيدخل المستشفى. ولما أوشن وراس والفريق بيعرفوا اللي حصل بيقرروا إنهم ياخدوا حق روبن من ويليام. ومع الوقت ويليام بيخلص بناء الفندق بتاعه على أعلى مستوى، وساعتها أوشن